السلام عليكم حبايبي، كيفكن اليوم؟ احضروا طبختنا لليوم. شو هي؟ طبختنا اليوم فاهيتا بأسهل طريقة وبمكونات كتير بسيطة. عنا فلفل ملونة أحمر وأخضر رح نفرمن، وهون رح نفرم الصدر كمان، رح نفرمه فرمة رفيعة. شوفوا مثل ما بين عندكم بالفيديو، بيطلع أطيب طبعا وبيستوي أحسن. وبعدين هلأ طبعا لازم ننقعه بالمي والخل وملح، نتركه تقريبا شي ربع ساعة. هون منجهز الفطر والذرة، نصفيهم من مي، منغسلهم، منحطهم على طرف، تكون جاهزين للطبخة. لما نبلش بيكون طبعا عنا صدر الدجاج نقع بالخل والملح ومنغسلناه منيح. منحطله بالتوابل ملعقة فلفل أحمر، بهار أسود، وملعقة من توابل الفروج، وملعقة من توابل الشاورما. توابل الشاورما بيعطيها نكهة كتير طيبة. طبعا ما مننسى الملح. هون نبلش نخلطن، نعملن ميكس، نخلطن كلن لحتى الصدر تاخد طعمة التوابل كتير منيح. ومنتركه ربع ساعة، منغطيه نتركه ربع ساعة وبعدين منبلش فيه. هون كل شي جاهز، رح نبلش بسلقه. هلأ رح نحطلها زيت، بس تحمل زيت رح نحط صدر الدجاج فوقه ونهوسه شوي تهويسة. طبعا منضل نهوسه شوي لحتى نشوف انه طالع مي. بس طالع مي بكون، تشوفوا شلون هون خلص طالع مي، منوطي الغاز تحته ومنغطيه، نتركه لحتى خلص بيكون استوى، ما ضل فيه مي. شوفوا ما ضل فيه مي غير الزيت. هون تمام، هون بيكون استوى على الآخر. منبلش نضيف لها الخضرة، البصل والفلفل الملون اللي فرمناه كمان. طبعا لازم نحطن هدول بالأول لحتى يستووا، ما فينا نحط الفطر لحتى تستوي الخضرة عنا، الفلفلة والبصل. بعدين منضيف لها الفطر والذرة. هون استوى معنا الخضرة، منضيف لها هلا البازلة والفطر. طبعا حسب الرغبة، اللي ما بيحب يحط فطر أو الذرة، حسب الرغبة. كل شي بيرجع أذواق يعني. شوفوا هون المنظر لحاله بيحكي، الألوان ما شاء الله بجنن. هون طبعا بعد ما ضفنا الذرة والفطر منحطلها جبنة موزاريلا، كمية حسب الرغبة. أنا بحب كمية الموزاريلا كتير يكون فيها، كمان ولادي بيحبوا كتير لهيك بحط كمية كتيرة. هيدا كمان أذواق بترجع لكم حسب ما انتو بتحبوا بتحطولها. طبعا ولا بد ما بصير بندود بطاطا مقلية. وهون الفاهيتا صارت جاهزة معنا، رح نحطن بالصامون. هلأ رح نفتح الصامون بالسكينة ونحط الفاهيتا جواته. ما شاء الله على المنظر، والطعمة طلعت بتجنن. هي الفاهيتا بدها تكون جبنة موزاريلا فيها كتير كويسة، لأنه تلعب دور كتير بالفاهيتا الجبنة الموزاريلا، هيك ولا طعمة تانية. هلا رح أعملهم كلهم طبعا، وبرجع لكم بعد ما أخلص كل الكمية. هون خلصنا، أنا رح أحطهم بالفرن. طبعا اللي بحب على الغاز أو بالكباسة، أنا ما عندي، رح أحطهم بالفرن حتى ترجع تدوب الجبنة وتسقر شوي. وهاي النتيجة النهائية، الشكل طلع خرافي. تشوفولي شوفولي
شي بيجنن، لسّه طعمة خُرافيّة. جربوا هالطّريقة وإن شاء الله رح تدعولي وما رح تندموا. وهيك بتكون خلصت طبختنا لليوم، بتمنى تعملوا لي لايك واشتراك.